هل يجوز أن أتعامل أو نتعامل مع الجن المسلم عشان يعمل لي أشياء معينة؟ لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق. التعاون مع أي جن أيا كان صنفه لا بد من تدفع الثمن غالي. ما فيش تعاون حبا في سواد عيونك على الإطلاق. الشيطان أو الجنون ما بيخدموك ساكت لوجه الله تعالى، أصلا ما بيخدموك. ولو كان الخدمة بيناتهم بين الإنس والجن جائزة كان أولى بها الصحابة وأولى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لما يستخدموا أمشوا عملوا ليه كده، عملوا ليه كده، عملوا ليه كده؟ لأنه كنتم جنون. أمشوا جيبوا لي خبر قريش، أمشوا جيبوا لي الناس بيتحامروا في شنو، أمشوا يا أخي إحنا بنتكاتل معهم اقتلوهم. ما حصل، ما حصل صحابي ولا الرسول ولا غيره اتعامل مع عالم. سلفنا الصالح ده كله ما في انسان يتعامل مع عالم الجن خالص. لو كان الشيء ده شرعي وصح كان هم يتعاملوا به. اذا ممنوع ثاني. وما يجيك واحد صلت لسان فكي فلان ولا مولانا فلان ولا الشيخ فلان ولا ابونا فلان ولا خليفه فلان يقول لك انا بتعاون مع جنون مسلمين او بتعامل مع روحانيون او بتعامل مع مسميات بيسموهم. ده دجل ودي حيله وكذب وافتراء. اصلا ما في تعاون بين الشيطان والانس لوجه الله تعالى. الانسان اللي بيدعي انه بيتعامل مع شيطان مسلم دفع الثمن هو، دفع الثمن هو، لانه الشيطان لا يستطيع اي انسان ان يملكه عشان يخدمك ساكت. هو ما بيخدمك ساكت. وبعدين الشيطان ما فوضى زي الناس زي الانس. الشياطين والجنون زعامات، كل ناس تابعين لمله وما بيخدموا على كيفهم الا بتوجيه من العفري من الروحاني. الروحاني ده زعيم يوجه بيخدمك، سواء كان روح عفريت ولا شيطان ولا ماري، عنده زعيم بوجهه، هو على كيفه ما على كيفه. اذا ما بيخدمك الا انت الزعيم ده تدفع له الثمن. بعد بوجه واحد من المسلمين ولا غير المسلمين يقول لك اخدم معي. ومسلمين يعني شنو؟ ما زي البني ادمين. انتم اسلام شنو يعني؟ كم واحد يقول لك انا مسلم ويطلب ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول، وبعد شوي بينقطع وبرضه